السلام عليكم احبائي، كي راكم غايه؟ نتمنى كاع تكونوا بخير. مشي جبت لكم حساء العدس بالخضر بطريقه جدا رائعه، يعني متاكده غادي ينال اعجابك. تبعوا الوصفه طريقه التحضير. نبداو على بركه الله. هنا شي عندي الخضره، عندي بصل، عندي اللفت، وعندي الثوم والكابويه الخضراء، وعندي الكروطه والكابويه الحمراء والعدس الاحمر. صاي، هذه هي الخضره اللي غادي نديروها. الا عندك الكرافس تاني جيبي قبضه هكا شويه تاع الكرافس، غسليه وحطيه مع الخضره. هنا اش غادي نديرو في الطنجره تاع ضغط كيما نقولوا كيكوطه. حنايا ندير حبه تاع بصل، سواء البصله اللي كانت حمراء ولا بيضاء دبري راسك، المهم ديري حبه تاع بصل. وشوفوا الخضره والعدس على حساب افراد العائله. صاي، هايا انا ما غاديش نكثر لاخاطش حنا ماشي بزاف في الدار، غير 4. كيما شفتوا الشيرات درت الكابويه الخضراء حبه، ودرت حبه كروطه ثاني كبيره، ودرت البصله، ودرت هذاك اللفت يعطيها ثاني بنه شابه، ودرنا الكابويه الحمراء. فيها بزاف فوائد. شوفوا خصوصا الاولاد اللي زعما هكا ما يبغوش يتناولوا الخضار وهذا العدس الاحمر وكاع، كديري لهم بهذه الطريقه مع الاضافات اللي غادي نديرهم مع التالي، انا متاكده غادي يعجبهم وياكلوه. هنا درت العدس بعد ما غسلته وشللته، درت ثاني العدس، ودرت ثاني الملح، ونديروا لي زيبيس الحرور، نديروا شويه تاع كركم كما راكم تشوفوا. ما غاديش نكثروا لي زيبيس. كاين اللي يدير فيه راس الحانوت، يعني توابل مشكله، ما نديرش فيه راس الحانوت. كاين وصفات واحده اخرى ندير فيهم. كما شفتوا ندير سكينجبير يعني الزنجبيل، وندير شويه تاع كمون. صحيح باباتي، ما درنا ني فلفله حمراء ني راس الحانوت. كما شفتوا نديروا شويه تاع كمون، وندير شويه تاع ثوم مطحون ديجا بودره. الثوم راني دايره فريش، بغيت نزيد شويه ثوم مطحون هنايا باش الحساء تاعك يجيك بنين. صدقيني عن تجربه، خلي الخضره تاعك تتقلى غايه، تتشرب هذوك التوابل والملح وكاع وداك الزيت باش تجيك بنينه. وانتي على جهه كنتي درتيها كاطا ولا كسرونه، درتي فيها الماء يغلي، ومن بعد بديت تمرقي. صاي سيه الماء. كاين بزاف اخوات شافوا في البروغرام، يعني في جدول وجبات الاسبوع يعجبهم، وقالوا لي ساره بارطاجيه معنا، راني درتيها لكم. وكاين شحال من طريقه تاع عدس الاحمر، ان شاء الله دوكم بارطاجيها معكم وكاع يعجبوكم ان شاء الله. انا كما كنتوا تشوفوا غادي نبلع الكيكوطه تاعي ونخليها طيب بالخف، يطيب ما يشدش الوقت. الخضره بالخف طيب، ثاني العدس الاحمر ما يشدش الوقت. هنا كيما راكم تشوفوا نجيبها ونطحنها. قلت لك حبيبتي انت عندك الكرافس، ديري كرافس، راني متاكده غادي يجيك بنين. انا غير ما عنديش ما درت، بصح جا بنين. وصدقوني هذه الوصفه صحيه بزاف، حتى اللي راهم يديروا الريجيم وكاع هذا الحساء مليح. كما شفتوا هنا غادي نطحنها، غادي نميكسيها بالميكسير كما شفتوا. وش غادي ندير كي كمل؟ نجيب هنايا كاس، نص كاس تاع هذا، نص كاس تاع هذا الكاس شيريت قعدتكم نص كاس تاع كريم فريش، يعني كريمه طازجه. ودرت وحده تاع جبن كيما جبن اي نوعيه متواجده عندك ديريها، دبري راسك، لكن الاختيار. اي هنا غادي نحكمهم كاع، نعاود نطحنهم. هيا صاي سهل مهل يحضر في دقائق، اقتصادي وبزاف بنين. على بالي اخواتي يقولوا لي ساره ما يبغوش ياكلوا العدس والخضره كيما هكا ياكلوها لك، انا غادي نقول لك ديريها ياكلوها لك. هنا عاودي ردي فوق النار وخليه يغلي غايه. هنايا انا خليته شويه، ما نبغيش ثقيل بزاف، نبغيه شويه خفيف، فهمتوني؟ وانتي تقدري ترافقيه مع اي وصفه هكا تبغي ديريها الفطور ولا العشاء، دبري راسك. انا هو الحساء تاعنا بالخضر والعدس الاحمر. شي نقول لكم جا بنين حده. شوفوا قدمته بهذا الشكل. تقدري تاني ضياف راهم جايين عندك تحمري وجه كبير، راني متاكده غادي يعجبهم، يسقسوك ويقولوا لك هذه الوصفه شراكي دايره فيها. اي الشيرات ما تبخلوش علينا بهذوك التعليقات الشابين، وباللايك وبالبارطاج. كثروا لنا البارطاج، الله يخليكم مع عائلاتكم باش العائله تاعنا تكبر بفضل ربي سبحانه. ثم فضلكم. الاخت اللي قالت لي ساره راكي تقولي والله يا بنات على بالي باللي بفضل ربي سبحانه ثم بفضلكم، غير غلط اختكم تعرفوها باللي تعرف. نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، الملتقى ان شاء الله.